انت خريج تجاره مش كده؟ اه يا باشا والله. يا باشا ايه؟ ايوه انت قاعد في اسم يا عم. ايوه يا ريس. طب يعني انت مثلا اما اتخرجت من تجاره كنت بتفكر تبقى محاسب؟ لا امال ايه؟ ما فيش، دخلتها عشان قريبه من البيت. لا والله. عشان قريبه من البيت. اه بس فقلت اخش تجاره، وكنت داخل اصلا عشان المسرح بس. داخل من اول ما دخلت الكليه، دخلت على اساس انك انت داخل المسرح بتاع الكليه. بس وبعدين لما دخلت المسرح بتاع الكليه ابتديت تشتغل على كده. عملنا بقى مسرحيات كتير، وقابلت ربيع وكريم، كنا احنا مع بعض في كليه تجاره جامعه القاهره. قعدنا بقى 5 سنين في الجامعه، انت وعلي ربيع وكريم عفيفي. بس قعدنا 5 سنين. ما تخيلش انك تبقى قاعد القعده دي دلوقتي وحد يسالك وانت تجاوب. مش عارف اقول ايه اصلا. والسؤال اشرف اللي بيسالنا يعني مش عارف اعمل ايه. وشعرك دايما شغلك يا اسس. بصراحه انا ملاحظ الحكايه دي، يعني من ايام ما كنت بتسيبه وهو مضفر كده، وبعدين بقيت مش عارف تعمل ايه. يعني ربنا اداني نعمه الحمد لله، شعري ناعم. انا ممكن انسحب من البرنامج. هو اداك نعمه انك بتكذب.